المطالب الأساسية بناء دولة اللي فيها حوار وبناء التعايش السلمي وبناء الديمقراطية اللي هي الديمقراطية يعني حاجة اللي تجمعنا الكل. هذا معناها حتى سياسيين وأنا أستاذ قانون نتحمل مسؤولية كلامي. الديمقراطية راه تجمعنا الناس الكل، يعني إن نجموا كلنا نعيشوا مع بعضنا على نفس المبادئ نتفقوا عليها نعيشوا مع بعض. أنا ما عنديش الدلائل السياسية ولا الأمنية باش نجم نقول شنو اللي فما، اللي أكيد إنه فما عنف وفما قلة فهم لبعضنا وفما قلة حوار مع بعضنا، وهذا لازم نتجاوزوه على خاطر اصبر كيفاش يتم معالجته. احنا الى حد الان معناتها مازلنا كل واحد يعتقد اللي احنا عشنا بعد الديكتاتوريه قداش من عام وقداش من عقود، ماشي في بالنا اللي ما نزلنا ما نعرفوش بعضنا، ما كانتش عندنا حريه اعلام، ما كانش عندنا حوار مع بعضنا طريق وسريع، دونك كل واحد قاعد يحكي في تركينته ويسخل اللي الناس الكل ضده. مي سي با فغي. تونس كي ترجع للتاريخ نتاعها، كي ترجع للثقافه نتاعها، كي ترجع للي يجمعنا من عقود وقرون، تلقى اللي احنا بنينا حضاره بالحق، والحضاره هذه مش بتضمحل على خاطر درا شكون ولا خاطر درا شنو ولا خاطر حكايات فارغه اللي جات توا وليده اللحظه هذه. احنا رانا ما جيناش من توا، راه ما تولدناش في 14 جانفي، كانوا مسكرين لنا فامنا وتوا ولينا باش نتكلموا. دوك اذا كان فما عباد اللي تحب تعطي فقط معناتها صوره تطرفيه للبلاد وتقول اللي فما كان تطرف في البلاد هذه، هذا خاطر احنا الكل مع بعضنا ونحبوا نعيشوا اليد في اليد. سامحني، فوالا توقيت استعمال ورقه العنف ورقه الارهاب الديني نقول فيها في برشا كلام صحيح مرة أخرى في الوقت هذا قبل انتخابات الجامعة، ألا تعتقد أنه مفتعل؟ شنو؟ قبل الانتخابات بأسبوع يتم إعادة استعمال ورقة الإرهاب الديني والحركات الدينية والعنف والإرهاب، ألا تعتقد أن هذا مفتعل ومتعلق بالانتخابات؟ شوف هذه أمور أنا ما نجمش نعطي فيها تقييم، على خاطر أنا ما عنديش قلت لك المعلومات الأمنية والاستراتيجية والحركات النقود اللي يحكيوا فيها الدولية اللي قاعدة تجي لتونس والسلاح اكسترا، هذوما الكل انا ما عنديش فيهم اجابه قطعيه، وبالتالي انا ما نجمش نتحمل مسؤوليه اقوال اللي ما عنديش عليهم معلومات صحيحه. اللي عندي عليه معلومات صحيحه خاطر انا نعرف داخل البلاد من زمان نقري في منطقه داخليه وتوا وين تبدلت شويه الامور، ونعرف شنو البلاد اللي فيها، ونعرف اللي فما برشا عباد جو دي بيان برشا عباد ونتحمل مسؤوليه اللي ما تحب كان تعيش في التعايش السلمي، واللي يقول عكس هذا راهو عنده اغراض اخرى غير مصلحه تونس. انا مسلمه وحبيت نقول اليوم اللي فما عباد كيما المراه اللي جات تعيط قالت انتوما برجوازيه ودرا شنو، سو ني با فغي، كل حاجه في بلاصتها. احنا اول حاجه احنا رانا فما 99 من بلادنا معناتها مسلمه وما نجمش نجيو ضد هذا، وحتى حد ما يفتعل اقوال اخرى اذا كان باش يقول عكس هذا. واحنا راهو بالاسلام نحبوا نعيشوا دوله عصريه اللي تخزن للامام وعندها طموحات وتلقى بلاصتها في مكانتها بين الدول في العالم.